السلام عليكم ورحمة الله. انتهت مباراة النادي الأهلي وأورلاندو بايرتس بخسارة النادي الأهلي 2-1، وهنا لازم نقول مبروك خسارة النادي الأهلي 2-1. النادي الأهلي قدم أداء سيء جدا جدا جدا، وكان النادي الأهلي تايه في الملعب. ما شفناش النادي الأهلي بتاعنا، ما شفناش النادي الأهلي بقوته بشخصيته. النادي الأهلي فاضي من اللعيبة، النادي الأهلي ما عندوش احتياطيين بالمستوى اللي احنا شفناه دوت. عمره ما هيقدم حاجة في بطولة أفريقيا السنة دي، وغالبا هنخسر البطولة لو احنا ما عملناش اي تدعيمات. النادي الاهلي قدم مباراة من اسوأ المباريات اللي انا شفتها ليه الموسم دوت بصراحة. احنا عايزين نتكلم مع بعض دلوقتي في ايه مشاكل النادي الاهلي. النادي الاهلي بدأ تشكيله بالقماشة المتاحة من مارسيل كولر، لان النادي الاهلي ما فيهوش اي لعيبه ولا احتياطي ولا في اي لعيبه اساسيه واقفه على رجليها. فده المتاح اللي يبدا بيه النادي الاهلي، وانا بقول مبروك للنادي الاهلي عشان الخساره 2-1، لان المكسب بيداري العيوب، والمكسب بيخلي الناس ما تاخدش بالها من المشاكل اللي موجوده في النادي الاهلي والمشاكل اللي موجوده في تشكيل النادي الاهلي. احسن حاجه حصلت الموسم ده خساره المباراه ديت دلوقتي وفي التوقيت ده وفي ملعب القاهره، لان لو احنا كسبنا ما كناش هنشوف مشاكلنا ونشوف عيوبنا. لازم الاداره تتحرك، ولازم الاداره تشوف صفقات جديده، والاداء بتاع اللعيبه لازم اللعيبه يبقى عندها لعيب واقف وراها خايفه منه. يعني خط الدفاع النهارده ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وخالد عبد الفتاح الثلاثه اسوأ من بعض. خط الدفاع النهارده خط دفاع مضحك للنادي الاهلي، احنا ما شفناش لعيبه بتدافع، كنا شفنا لعيبه بتهرج، لعيبه بتتدلع في الملعب. النادي الاهلي كان وحش جدا، والخط الامامي بتاعنا كمان في انانيه في الفرقه، في استهتار في الكوره بتوصل للعيبه. اللعيبه بقت بتتكابر على الكوره. واحد زي امام دلوقتي كان نجم وبيطلع نار من بقه، ايه عمل ايه النهارده ما شفناهوش في الملعب. وسام ابو علي الدنيا مش ماشيه معاه. حسين الشحات نزل حط جون، بس كان مش احسن حاجه، وعمل كذا كوره وحشه يجي رأس كوره اتقطع منه. النادي الاهلي كان وحش جدا 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 النهارده، وكان اداء سيء جدا للغايه. وكمان نقدر نقول ان مارسيل كولر هو السبب في الهزيمه بسبب تغييراته. يعني ايه يطلع مروان عطيه ونزل السوليمان بعد التغييره ديت، والنادي الاهلي وحش جدا. النادي الاهلي ما عادش ماسك اللقاء، ما عادش عنده لعيبه يلعب بيها. واكرم توفيق مين اللي يلعب المباراه بعد الموقف اللي عمله مع الجمهور الاخير دوت؟ ما ينفعش يبدا المباراه، ما ينفعش اصلا يخش التشكيل. الجون التاني خساره النادي الاهلي بسببه ضاغط بضغطه غبيه كده، ضغطه مش ضغطه لاعب خايف على الفرقه، وباع نفسه والكره راحت للمنطقه الخاليه وفي ظهره، والكره اترفعت داخل الجون. بصراحه النادي الاهلي كان سيء جدا، واتمنى من اداره الاهلي ان تاخد قرارات سريعه، وتوقف اللعيبه اللي مش عايزه تلعب، وتمشي اللعيبه اللي ما تستاهلش النادي الاهلي، ونتعاقد مع 4 5 6 لعيبه محترمين كده نكمل بيهم الموسم.